السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم عسل يا أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة كده أول ما ابتديت شربت كوباية قهوة وقلت ايه علشان أظبط الدنيا. طبعا بقى خليت طبعا زي ما قلت لكم ان انا معودة بنتي ان هي ايديها في ايديا وان هي على طول تعمل معايا. فطبعا بقى ايه روقت كده. طبعا شوفوا النظام الأوضة المرة دي أحلى من المرة اللي فاتت، ولا نظام لما كنت حاطة سرير واحد أحلى. فشوفوا قولوا لي ايه رأيكم برضو في التعليقات. قولوا لي كده الشكل احلى وتغيير احلى من الاولاني، ولا لما بكون حاطه السرير لوحده. طبعا بقى دي اوضتنا ولسه باباهم لسه جايبها لهم من قيمه كام يوم، ما كملتش 3 ايام وجابها لها عشانهم. بصي بقى الملايه ديت معموله بقلم حبر، بقلم جاف، فالقلم ده مش عايز يطلع نهائي، مهما اغسلها مش عايزه تطلع. برضو قولوا في التعليقات لو ليها غسيل معين تعرفوني بيه، لو ليكوا حل ليها يعني. طبعا بقى شلت كله. طبعا جايبه هنا حطيت مرتبه سفنج، وطبعا طلع عيني حرفيا في التنقيل ونقل الحاجه، طبعا مش سهل نهائي. فطبعا بقى خلاص فرشته ورحت فرشه الاوضه كلها واهيت. وقولوا لي ايه رايكم، كده احلى ولا لا الشكل الاولاني احلى. فما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم مني كل جديد. ولو انت لسه جديده في القناه انزلي اشتركي لي فيها عشان تنوري لي قناتي. وانا ام مايا وتمني. طبعا بقى بصي خلصت اهوت وبروق، كنست بقى وخلاص لميت الدنيا كده. وبصراحه انا نفسي مرتاحه للشكل ده، فانتوا قولوا لي برضو. بس دلوقتي كان عندي شويه غسيل طبعا غسلاهم من امبارح، فقلت اطلعهم النهارده كده واطبقهم. برضو ايه علشان انا لو سبت الغسيل محطوط في السبت بتاعه مستحيل هاجي جنبه، هيفضل بال3-4 ايام. قلت لا يلا بالمره وانا بروق واروح مطبقه. طبعا خلصت بقى وكده. دي طريقتي انا في التطبيق وبالذات الملايه. انت لما هتعمليها كده بنفس الطريقه دي صدقيني مش هتاخد مكان، هتبقى منظمه قوي في الدولاب، هيبقى شكلها شيك جدا. وطبعا لما هتيجي تشيلي حاجه هتشيليها بيها بحالها، يعني بالملايه والكياس بتاعتها بكل حاجه، بدل ما هتطوري في كل حته واحده وكده، تبقى شكلها شيك. حتى هتعرفي تطلعيها برضك مش هتتبهدلي، ولا انك هتكسلي لسه هدور على الملايه ولسه هدور على الاكياس والكلام ده. لا، كلها في حته واحده وزي الفل. وجربوها هتعجبكم جدا، وهتلمي برضك شكل الدولاب وهتبقى شكله حلو. بس وده بقى الشكل اما خلصت خالص. ودي الاوضه بقى، وقولوا لي ايه رايكم، مستنيه تعليقاتكم. فبصي بقى الجمال، بصراحه انا حباها كده، وانتوا قولوا لي برضك رايكم. اوضتنا دي اوضتنا الشقيه. في حد عنده قطه شقيه زي دي؟ فبصراحه هي مجنناني، بس حلوه لعيالي بصراحه، حابينها جدا. وطبعا طول ما عيالي مبسوطين انا مبسوطه. بس فما تنسينيش بقى في اللايك والاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد. ولو انت لسه جديده في القناه انزلي اشتركي لي فيها، واوعي تفوتي فيديو ليا عشان تكبري بخاطري وربنا يكبر خواطر بعضينا يا رب. واسيبك في رعايه الله.